كاتب ربنا ينتقم من كل زوج افترى على زوجته وقفت جنبه حسبي الله ونعم الوكيل. اوكي، هي بتتحسب ليه، او هي انت ليه محسسين ان انت قصرت مع هبه؟ انت اصلا قبل ما اطلع على السوشيال ميديا اصلا الموضوع كان كله ماشي حلو، وانه هو مش مقصر ولا مع هبه ولا مع اولاده. وانا كنت بوش إلي وهو كان بوش إلي كتير مش شوي، ومحدش عارف الوضع اللي انا كنت فيه. هو كان سند إلي وكان شيء حلو في حياتي. تتحسبوا ليه؟ انا اتأذيت كتير في حياتي، ما اتحسبتش على اي بني ادم. انتوا كيف ضميركم بيروح ان تتحسبوا على اي حد واحنا ما اذيناكم اصلا؟ مفيش مشاكل، عايزك بس تملك اعصابك. كل حاجه يعني اللي احنا اتفقنا عليه، ما ينفعش نعيط، ما ينفعش نعمل اي حاجه، ما ينفعش نتاثر، احنا اقوى من كده بكتير. اوكي؟ بس هم ليهم الحق ان هم برضه نرد عليهم ونعرفهم كل حاجه. اوكي؟ ماشي، يلا نروح للي بعده. ياسمين محمد بتقول لي حسبي الله ونعم الوكيل في كل خاين، منك لله انت مش اصيل لانك بعت العشره. احنا لسه اصاله رد عليكم دلوقتي بتقول لكم ما ينفعش تتحاسبنوا علينا لمجرد ان انا شفت حياتي او انا متجوز دلوقتي اصاله. وبعدين انا حاسس ان انتم مستكترين عليا الفرح. يعني انا المفروض ان انا عشره معاكم بقالي 3 سنين بظهر مع مسلم على السوشيال ميديا، وبعدين انا مش لسه جديد، فانتوا عارفين جبسي كويس. وانا واحد مقتنع مليون في المية ان انا موجود في الدنيا مجرد مرسال، باخد رزق بوصله لاهل بيتي، بوصله لاهلي، بوصله لكل حد محتاج، وربنا يعلم الرزق اللي بيجي لي انا بوديه فين. ده اولا. ثانيا يعني انا مبسوط في حياتي التانية، وانا كنت مراعي شعور المسلم ومخبي عليه. ربنا يسامحها اللي هي بعتت لها الفيديو وخلتها ان هي تبعد عني ويحصل الدروب ده كله. ثانيا انا فرحان، انا يعني انا مبسوط بحياتي دي، ما تستكتروش عليا الفرح. يعني انا والله ما باذي حد وما بعملش حاجه حرام ومش خاين زي ما كل الكومنتات برضو بتقول. وانا ما بعتش المسلم، لا انا لسه باقي على مسلم لحد دلوقتي، واتمنى من ربنا ان ربنا يهديها وان هي ترجع لي. والله 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 اعمل لها كل اللي هي عايزاه زي ما انا كنت بعملها الاول، هعملها احسن برضو من كده. وولادي انا بتمنى ان انا اشوف ولادي، وتواصلت مع صديقه ام مسلم ان انا اشوف الاطفال، وكنت المفروض اشوفهم من 3 ايام، وكنت منزل ستوري بكده، وهي اتصلت عليا قالت لي معلش هنأجلها يومين 3 عشان المسلم مش راضيه دلوقتي وكده. فانا بحترم كل قراراتها وبحترم